ما تعرفوا تعرف الجميع بأن صناعة وتركيب الأسنان اللي هي ضاربة في تاريخ المغرب، واللي هي تمارس منذ أكثر من قرن من الزمان. عرفت واحد العدد ديال الأمور في خصوص التشريع، بدات من الظاهر ديال 1916 واللي تم النسخ ديالو في 1960 إلى يومنا هذا. وكاين مع ذلك كاين واحد الفراغ قانوني. علاش؟ لأن توالت عدد من التشريعات لتنظم عدد من المتدخلين في صحة الفم والأسنان، منها القانون التي المتعلق بهيئة أطباء الأسنان اللي هو 0705. كذلك كاين واحد المشروع قانون اللي تينظم مهنة صانع رمامة الأسنان واللي هو مازال مشروع داخل مجلس المستشارين اللي هو 25/14. لكن مهنة صناعة وتركيب الأسنان اللي تم الذكر ديالها في مقتضيات المادة 24 من الظاهر ديال 1960 ما زالت إلى يومنا هذا بدون تقنين وبدون إطار قانوني ينظم طبيعة العمل وشروط المزاولة. وبالتالي احنا الانضمام ديال هذه النقابة الاتحاد العام الاتحاد المغربي للشغل جات باش نديروا حتى حنا واحد المخاطب، لأن الدولة ترفض مخاطبة هذه المهنيين بحجة بأنهم خارجين عن نطاق القانون رغم أنهم يمارسون أمام أعين الجميع. وبالتالي لا يمكن أننا طلع تاكل الكرموس نجي شكون قالها كما تنقولوا الديب حلال والديب حرام. هذه السياسة هذه حنا رفضناها وما زال أننا نرفضوها. حنا يدينا ممدودة إلى التقنين، إلى تقنين المهنة، إلى تنظيم المهنة. أكثر من ذلك قمنا بوعدات ديال المراسلات فيما يخص رئاسة الحكومة، فيما يخص وزارة الصحة، وزارة الداخلية، لكن ما تنتلقاوش شي رد اللي هو يخدم هذا القطاع. وبالتالي شفنا هذا الطريق وهذا المسلك بأن الاتحاد المغربي للشغل تنحاولوا ما أمكن أننا نوصلوا إلى واحد النتيجة اللي هي ترضي جميع الأطراف. كما تعرف الجميع وباش ما نطولش عليكم، صحة الفم والأسنان تتكون ب 16 تخصص، 16 تخصص اللي تيتدخلوا في صحة الفم والأسنان. كاين مخطط أو استراتيجية أو خريطة عمل دايرها منظمة الصحة العالمية اللي هو واحد البرنامج ديال 2023 حتى 2030 اللي تتهضر فيه على طب الأسنان ذات التكوين المتوسط. يعني القضية اللي أنهم تيقولوا بأن الخدمة داخل مباشرة مع الزبون أو في فم الزبون حصرية على طبيب الأسنان، فهذا غير معقول بتاتا، غير معقول. لا يمكن صانع مركب الأسنان إلى جينا بشكل تراتبي هو الأول. بارك الله فيك، شكرا.